يا مساء الفل على أحلى وأجمل ناس في الدنيا كلها. وحشتوني قوي من القصة اللي فاتت. لو في يوم وانت بتشرب القهوة بتاعتك لقيت في جواب مستنيك على الترابيزة اللي انت متعود تروح وتقعد عليها، هتعمل ايه؟ أكيد في الأول هتفكر إن الجواب ده مش ليك، بس الجواب ده بيستناك كل يوم في الميعاد بتاعك انت بس، وعلى الترابيزة اللي انت متعود عليها، وفضولك هيخليك تفتحه وتشوف مين اللي بعتهولك. مرة واحدة هتلاقي شخص معجب وولهان فيك وبيطلب منك تديله الفرصة ان هو يقرب منك. مش يمكن انت كمان تحبه؟ هتوافق ان انت تدخل في علاقة غريبة مع جوابات؟ ده اللي حصل مع ساندي بالظبط. غير كمان انها بتتخطب خطوبة صالونات، وهي اكتر حاجة بتكرهها في حياتها خطوبات الصالونات، لكن باباها طلب منها ان هي تديله فرصة لمدة 3 اشهر بس، وفي النهاية تقرر. والنهاردة اول خروجة ليها مع خطيبها. يا ترى هتعمل معاه ايه؟ وقبل ما نبدأ حلقة النهاردة ما تنسوش لو حلقة النهاردة عجبتكم ادعموني باللايك والكومنت، واوعوا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصل لكم كل القصص والحكايات اللي جاية. ويلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل في الحلقة النهاردة. وبص معاذ لساندي وركز على عينيها قوي علشان هي تهرب من نظراتها وتلف الناحية التانية، علشان هو يقول لها انت ليه بتكرهيني يا ساندي؟ وهنا مردتش عليه ساندي خالص، لكن سكتت. اصل مش معقول بتحبيني، اسلوبك معايا من اول مقابلة وانت بترمي قنابل كلامية وكأني عدوك. انا ولا بحبك ولا بكرهك، انت شخص عادي قوي بالنسبة لي. طب وبالنسبة للقنابل الكلامية ايه؟ انا اصلا انا مش دايما بعرف اعبر عن الكلام اللي جوايا بكلام صح يعني. انتي مش عايزاني او مش عايزة خطوبتنا يعني، صح؟ سكتت ساندي ومعرفتش ترد تقوله ايه، وهو كمان سكت وابتسم لها. وبعد شوية قال لها انا ممكن اكلم باباكي واخلص مع الخطوبة من غير ما انت ما تتدخلي خالص او تكوني في الصورة. استغربت ساندي في اللحظة دي. هو ده معاذ اللي اتحداها امبارح على ان هو هيخلي الخطوبة دي تستمر حتى غصب عنها؟ وبدل ما تقول له اتصل بيه دلوقتي انا مش عايزة الخطوبة دي، راحت قالت له ليه؟ هو انت عايز تنهيها؟ لا طبعا، عايزنا نكمل، لكن مش عايزة اكمل مع شخص بيعاملني وحش على الاقل، وشايف ان هو بيكرهني في تعاملاته معايا. انا مش بكرهك ولا بحبك ولا حتى بعاملك وحش، انا شخص طبيعي جدا، لكن يمكن اخدت انطباع عنك وعن الجوازة المدبرة دي، وكنت فاكرة انك متدبس زيي. يعني انت متدبسة فيا؟ بصي يا سندي، اقدر افهم انك رافضة الفكرة، انا كمان رافضها، واول لما شفتك قلت لازم اطفشك، لكن للحظة حسيت اننا شبه بعض وممكن نكون اصحاب، وبعدين لقيتنا بنقرا الفاتحة، قلت ممكن نكون زوجين، بس اكيد اذا هنكون اصدقاء او حاجة تانية لازم انت تكوني موافقة على ده يا ساندي. موافقة، بس موافقة نكون مجرد اصدقاء بس، وبعد كام شهر نبلغ اهلنا اننا مش مستريحين وننهي الموضوع على طول. خلاص اتفقنا. وبصراحة يعني الواحد سعيد جدا انه هيكون عنده صديقة دبش زيك كده. لا نحترم نفسنا بقى علشان ليلتنا تعدي ولا ايه؟ مش بقولك دبش، اهدي يا ماما على نفسك. بالمناسبة اننا اتصفينا، بعتذرلك على اللي عملته امبارح. هو لو في حد المفروض يعتذر فهو انا. رخمت عليك قوي امبارح مع انك تستاهل بصراحة. على رأي سعد زغلول مفيش فايدة. طب ايه، تحبي نقوم نروح مكان تاني ولا نفضل هنا؟ انت قلت ان انت جعان، ممكن ناكل حتى يكون عيش وملح. وطلبوا الأكل، وفرح قوي معاذ إنهم وصلوا للهدوء ده بالسهولة دي. هو اتوقع إن هو هيدخل حرب معاها علشان حتى تتعامل معاه، ومش علشان بس تاكل. لا هو متوقعش أصلا إن هي هتوافق تاكل معاه، لكن ساندي حست إن هي مغيبة بتعمل كل ده وهي مش في وعيها. لكن دلوقتي شافت جانب تاني من معاذ غير اللي حطته في بالها، وهو يستحق فرصة تانية، وهي كمان تستحق إن هي تدي لنفسها فرصة تانية. وبعد ما خلصوا الأكل قررت ساندي إن هي تمشي علشان تجهز لتاني يوم في الشغل، وهو ما اعترضش، هو كمان عنده شغل. لما وصلوا لحد بيتها سلمت عليه ونزلت، وهو فضل مستنيها لحد ما اتأكد إن هي دخلت بيتها ومشي وهو مبتسم وسعيد. مساء الخير. يا مساء النور،
ها تعالي احكيلي عملتوا ايه؟ ده انا قلت هتروحوا المستشفى اكيد، حد فيكم هيفتح دماغ التاني. ايه ده؟ هو كان باين عليا قوي كده، بس الحمد لله محصلش حاجة. قعدنا اتكلمنا واكلنا وجينا. طب الحمد لله. ها هتخرجوا تاني امتى بقى؟ يا ماما يا حبيبتي، هقولك كل حاجة واحكيلك كل حاجة، لكن انا محتاجة دلوقتي اطلع واخد شاور وانام. خلاص بقى كفاية استجواب في البنت، اطلعي يا حبيبتي استريحي وبعدين نتكلم كلنا. اهم حاجة اننا اطمنا انكم لسه عايشين الحمد لله. وطلعت ساندي لأوضتها واخدت الشاور وقعدت على سريرها، وهي عمالة تفتكر كل اللي حصل في اليوم من أوله، وبتفكر هي ماشية في الطريق الصح ولا ده منحدر جديد في حياتها. تسمع كلام باباها ومريم ولا تمشي ورا قراراتها اللي اتخذتها من زمان قوي، ولا تفضل مستمرة على اتفاقها مع معاذ وتجرب. كل الأفكار دي فضلت في رأسها، وطبعا ما نسيتش مشروعها أهم حاجة في حياتها المهنية وحذرها من اللي مخبيه الأيام ليه. وأخيرا قررت إن هي هتنام وهتسيب كل حاجة تمشي زي ما هي. وقبل ما تدخل في السرير وتنام وصلت لها رسالة من معاذ قايل لها فيها كفاية تفكير بقى ونامي، تصبحي على خير. شافت الرسالة ومردتش عليه، لكنها نامت وهي على وشها ابتسامة جميلة قوي زيها. وتاني يوم صحيت علشان تروح شغلها، لكن كعادتها راحت علشان تاخد القهوة الخاصة بيه، ولقيت الترابيزة اللي هي على طول بتقعد عليها فاضية، مفيش ولا جواب ولا شخص مستنيها المرة دي. رغم إن هي استغربت لكنها مهتمتش أوي، تفكيرها الأهم هو بداية اليوم عملها على مشروعها الجديد. أخدت القهوة بتاعتها وراحت على شغلها، وكانت مريم في انتظارها. ها يلا احكيلي بسرعة ايه اللي حصل مع معاذ امبارح، ضربتوا بعض؟ الناس تصحى تقول صباح الخير وانتي تقولي يا فضول، ما احنا ياما قلنا صباح الخير، يفيد بايه يعني؟ يلا احكي. مش هحكي حاجة، واحنا على فكرة في ساعات العمل الرسمية، ويلا يا أستاذة عندنا اجتماع مهم. اوف ده انت رخمة قوي. وقبل ما تمشي مريم من مكتبها كانت السكرتيرة داخله لها ببوكيه ورد وبتديه لساندي. اوبا احنا بقى يجيلنا ورد بقى، بس يا هبلة انت استني لما نشوف مين اللي بعته. واخدت ساندي الكارت اللي موجود في الورد علشان تلقى مكتوب عليه بخط هي عارفاه كويس جدا. مش عارفة اقولك مبروك علشان شغلك الجديد ومشروعك الجديد، ولا مبروك علشان انتي بقيتي خطيبة حد غيري انا يا ساندي. امضاء المعجب الولهان. ولحد هنا تكون خلصت حلقة النهاردة. تفتكروا المعجب الولهان عرف منين إن ساندي اتخطبت، وعرف كمان منين موضوع شغلها؟ ويا ترى ساندي هتعمل ايه؟ ومعاذ هيخليها تحبه ولا لسه هيحصل ما بينهم مشاكل تاني؟ ومشروعها الجديد هتنجح فيه ولا لأ؟ كل دي أسئلة هنعرف إجابتها مع بعض في الحلقات اللي جاية. وما تنسوش لو حلقة النهاردة عجبتكم فرحوني باللايك والكومنت، واوعوا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم كل الحلقات والقصص والحكايات اللي جاية. واستنوني في قصة جديدة من حكاية مريان. بحبكم، باي.